بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها اعتقال السلطات التركية ل 34 شخصا متهمين بالتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي، وكان هدفهم القيام بخطف شخصيات فلسطينية وعربية من اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى في تركيا، وتهريبهم إلى إيران، ومن إيران إلى إسرائيل. تخيلوا عملية التهريب والخطف كانت هتبقى إلى إيران، ومن إيران لفين؟ يبعثهم للموساد الإسرائيلي. تعالوا نبدأ ونرى هذه الأمور. هنا حضراتكم في صحيفة تقويم وفي غيرها من الصحف التركية، يعني صفحة من المخابرات التركية إلى الموساد: دفنا جواسيسكم أو جواسيس القاتل نتنياهو. المهم يعني بعيدا عن الكلام يعني التشفي، هنا حضراتكم بعض صور المقبوض عليهم وعرضوا على المحكمة والمحكمة حبستهم. هذا شيخ سوري في هاتاي، كان إمام مسجد، وطبقا للسلطات التركية تقول أنه كان بيعمل مع الموساد أيضا أو بيجمع معلومات. انتوا عارفين طبعا الشيخ بيعلم بقى أسرار بيوت كثيرة، يعني من اتطلقت ومن اتجوزت ومن اتخانقت مع جوزها وأمور كهذه، والناس بتثق فيهم. فأيضا شوفوا، أنا قلت لكم من قبل إن كل شخص هو خائن محتمل. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم. خلوا بالكم، إن من بعض يعني وليس كل، يعني احنا بنشاهد حالات الطلاق. يعني يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. دي آية يا جماعة بتقول في علم المخابرات: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفي واحد حقير كان شتمني، قال لك ازاي سما، شو بيقول لك ازاي مش عارف ايه، ده القرآن يا سيدي اللي بيقول انت جاموس يا حمار ما بتقراش، وانت جاهل حمار، اعمل لك ايه؟ طيب المهم يعني ايا ما كان، تعالوا نكمل. هنا حضراتكم ايضا 34 واحد يا جماعه، ده كانوا عاملين تشكيل ضخم جدا. انظروا حضراتكم بقى، هم كانوا منتشرين في 8 ولايات تركيه، وبالتالي اللي نقدر نفهمه ان الشخصيات اللي كانت هتخطف كان هيخطفوا شخصيات من ازمير، من اسطنبول اسف، من ولاية كوجالي، من أنقرة العاصمة، من إزمير، من مرسين، من هاتاي، من ديار بكر. طيب ليه الموساد جند ناس من محافظة وان أو ولاية وان؟ لأنه كانوا الموساد هيهرب الشخصيات العربية المخطوفة، وبعضهم فلسطينيين، بعضهم شخصيات أخرى لم تعلن عن الجنسيات الأخرى، لكن عن الجنسيات كانوا هيهربوهم لإيران، ومن إيران هيتم نقلهم إلى فلسطين. تخيلوا، أدي يعني ده يريك التعاون الإيراني الإسرائيلي. طيب الجواسيس شخصيات عربية، وهذا معناه أن الشخصيات المخطوفة، طبعا الإعلام التركي لم ينشر والمخابرات التركية لم تنشر تفاصيل، لكن لما يطلع الشخصيات المتهمة اللي كانت بتراقب الشخصيات العامة أو الشخصيات العربية الموجودة في أنقرة، في اسطنبول، في كوجالي، في ديار بكر، في غير ذلك، ما هو الموساد بيستهدف مين؟ لو الموساد بيستهدف أطباء هيبقى الجواسيس أطباء. هل أنا صابر؟ هل أنا أعرف أتجسس على عالم فيزياء؟ لا، ما أعرفش، لأنه عالم الفيزياء ده محتاج ناس بتفهم فيزياء. هم عاوزين يتجسسوا على صبر، يعملوا إيه؟ هيبعتوا لي صحفي مصري، صحفي كذا، واحد يجي يقول لك أنا صابر عاوز أعمل معاك حوار، يعني مثلا عاوز يعرف عنوان بيتي بتاع كلام من هذا القبيل، وأمور كهذه يعني. فالمهم دائما بتعرفوا هم عاوزين يتجسسوا على مين؟ من المقبوض عليهم نفسهم. فدول كانت مهمتهم يعرفوا العناوين، يصوروا لو الشخص اللي هيخطفوه عنده سيارة، من زوجته، من أولاده، كلام من هذا القبيل يعني. فده اللي بيخلينا نستنتج انه بما انه طبعا ده صور بالذكاء الصناعي، بما انه المتهمين عرب فيبقى الشخصيات المستهدفة عربية. لو الموساد يستهدف شخصيات تركية كان هيبقى الجواسيس نفسهم اللي شغالين لحساب الموساد أتراك، عشان تركي يفهم تركي أو يعرف يتعامل معاه. وطبعا الحكومة التركية وجدت مسدسات مع هؤلاء، فمعناها ان كان في محاولة اغتيال. الأكثر من هذا حضراتكم انه هؤلاء الجواسيس دخلوا تركيا من العراق، من سوريا، من لبنان، من فلسطين، يعني هم كلهم من الجنسيات الأربع دول هذه. فأنت ممكن واحد يجي لك فلسطيني ويقول لك المقاومة الفلسطينية وفلسطين وبتاع وأهلنا في غزة، ويطلع في الآخر شغال مع الموساد. لا تعتقدوا انه كل اللي بيشتم في اسرائيل دول ناس حلوين، ده مش عاوز اقول لك نصهم شغالين لحساب اسرائيل اصلا يعني. فانتبهوا لهذا يعني. المهم
أيضا اتضح أن هؤلاء أسسوا شركة إسعاف خاصة مهمتها نقل المخطوفين. يعني افرض مثلا ان هم عاوزين يخطفوني انا، فيجي لي مثلا واحد صحفي عاوز يعمل معاه حوار ولا بتاع، ويحط لي شيء او ماده او يقابلني او اي شيء يعني، وبعدين يخليني اغمى عليه. يعمل ايه بعد ذلك؟ هيتصلوا بالاسعاف والاسعاف بتاعتهم، والاسعاف بقى بتاعتهم تاتي تاخدني. طبعا الشرطه هتعمل ايه؟ لا الشرطه هتوقف حد ولا هتشك في حد، دي اسعاف، والاسعاف تنقلك من مكان الى مكان، يعني بحيث ان هم يعني ينقلوك بطريقه امنه وبطريقه الشرطه لا تتشكك فيها. وبعد ذلك يا معلم يبعتك على العراق او ايران. طيب بعد ما يخطفوهم بالاسعاف كمرحله وسيطه، هينقلوهم لفين؟ طبعا هم في 12 جاسوس هاربين وموجودين في الخارج حاليا، يعني كان بيتعامل معاهم. اتضح ان الهدف ان هم هيهربوا هؤلاء الاشخاص الى ايران او الى العراق، يعني اختاروا البلدين اللي تحت سيطره ايران. طبعا بالنسبه لسوريا في مشكله، لانه الجيش التركي كما نعلم منتشر في شمال سوريا، فخط الحدود مقفول جدا وصعب، بالاضافه للايه ان فيه فصائل مسلحه كثيره في شمال سوريا فصعب. وطبعا اليونان ايضا فيها تجديد، لكن بالنسبه لحدود ايران دي كلها مناطق جبليه، وطبعا ايران متعاونه مع اسرائيل وانتم عارفين يعني. فكان هيتم الاختطاف من تركيا الى العراق وايران، ثم يتم نقلهم الى فلسطين، والموساد يحقق معاهم هناك براحته. يعني انا اعتقد في حاله الخطف يبقى معناها ان الموساد دول علماء في مجال فيزياء، كيمياء، الكترونيات، شيء من هذا القبيل، بقى محتاج معلومات عنهم او شيء من هذا القبيل، يعني محتاج بقى ياخد منهم معلومات. يعني الاهم الحصول منهم على معلومات من قتلهم. طيب كيف جرى تجنيد هؤلاء؟ وهؤلاء بعضهم لم يلتقي بالموساد، يعني من خلال اعلانات وظائف على الانترنت. يعني مثلا يعلنون عن ده حاجات، انا هقول لكم حاجات انا شفتها. اعلان عن دوره في الاخراج التلفزيوني، ده حاجه حصلت وانا يعني قدمت في هذه الدوره، ولقيت ان وراها جهاز مخابرات. مثلا موقع للباحثين العرب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في تركيا، فبيجمع معلومات. الاعلان عن وظيفه مستاذ جامعه، الاعلان عن وظيفه صحفي، فاروح اقدم، فيقول لك ادينا الايميل بتاعك وادينا عنوانك وادينا كذا، فطبعا نعمل معاك مقابله. طبعا تروح معاهم مقابله، بعد كده تعقبوك الى بيتك. ممكن هم اصلا يرسلوا لك واحد لبيتك على اساس انه جاي يزورك وصاحبك. ممكن حضرتك اصلا يجي واحد بقى يقول لك يا صابر احنا اصدقاء وزوجتي تتقابل مع زوجتك وبتاع، هم عاوزين ياخدوا معلومات عنك عن طريق زوجتك وهكذا، يعني عن طريق الثرثره. شخص ممكن يزورك في بيتك ويقول لك ما عندكش هنا نت، دخل نت، فهو محتاج ده اللي اهو ارقام الاي بي. يعني لما اول ما انت تدخل نت في تليفونه يبقى هو بقى عنده الشفره، بتروح للموساد الاسرائيلي، بيعرفوا الاجهزه اللي انت مشغلها في البيت او كده ويتعقبوك. طبعا انت مش هتعرف مين اللي يعني بيحصل كتير، بيحصل مواقف ان الناس تزورك وتقول لك دخل لي النت على التليفون، وانت تعرف بقى انه تبع الموساد ولا تبع مخابرات ولا هو بيقول كده فعلا يعني. مثلا اختراق كاميرات الشوارع. يعني انت مثلا ساكن في اي منطقه في كاميرا في الشارع، بيخترقوا الكاميرات بتاع الشوارع دي بحيث يعرفوا انت متى خرجت ومتى رجعت ومتى عدت، فيبقى عندهم بث مباشر لك يعني. ايضا لو وجدوا ان هم هؤلاء الشخصيات ركبوا اجهزه تتبع، بيلصقوها بقى، ما اعرفش بيلصقوها ازاي يعني، في السيارات للشخصيات المستهدفه. اجهزه تتبع تنصت، يعني كل المكالمات او اي حديث داخل السياره كله مسجل وبيطلع على الموساد الاسرائيلي، وفي نفس الوقت السياره نفسها بترسل بث مباشر للموساد الاسرائيلي. دي الامور اللي وجدوها. ايضا الدفع، ازاي الموساد بيدفع الفلوس وفقا للتحقيقات انه بيدفع من خلال العملات المشفره، وانا ما بفهمش كتير في العملات المشفره يعني. المهم، وايضا طريقه الحصول على الحسابات البنكيه. يعني مثلا يجي واحد يتصل بيك يقول لك ايه، انا في المكان الفلاني ومزنوق في مبلغ بسيط بس ابعته لي حالا. انت ما تعرفش. واحده تيجي تقول لك والله انا عندي ايجار البيت ومش عارف ادفعه ومش عارف ايه، وتطلع هي وراها مكلفه من الموساد ولا المخابرات ولا. فالمهم في يعني نقطه ضعف المسلمين قلوبهم، نقطه ضعف المسلمين قلوبهم، لان هم عارفين المسلمين فيهم خير، فبيبدا يدخل للمسلم من نقطه الخير، ساعدني، الحقني، انقذني، وبعد كده ايه، يقتلوك يا معلم. المهم او يخطفوك بقى حسب الحاله يعني. الموساد لما اخذ بعضهم للخارج عمل لهم جهاز كشف الكاذب، وتم القبض عليهم، وفيهم فيهم 12 واحد هارب للخارج.
أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا برنامج في رواية أخرى، حوار مع ضابط المخابرات الأمريكية بيتحدث عن مثل هذه الأمور. أرجو الاستماع إليه. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك. هنا قناة فيديوهات الوثائقيات التاريخية أرجو أن تشاهدها الأمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.